عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم. فإن تبتغي الكفار غير مليمة جنوبا فإني تابع الدين مسلم. أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة والله بالمرء المجاهد أعلم. مات محمد، عاش مسيلمة. يا رجال الله، الصبر الصبر. رهبان في الليل، أسود في ساحات الوغى. جيش فيه القعقاع لن يهزم أبدا. إنما أنا جندي في جيش الإسلام، وطنت نفسي على الجهاد في سبيل الله. أنا رجل محارب أقود الجند في الغمرات، ولست رجلا يجلس في بيته بانتظار ما يأتيه. لقد هزمنا الردة وقتلنا رؤوسها، وها هم إخوتنا ولله الحمد هزموا الفتنة في البحرين وعمان واليمن. قررت أن أضربهم ضربة قاصمة تردعهم مرة واحدة عن غيهم وشرورهم. ما أتيت من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجلس في خيمة أتفرج على مصارع المسلمين. ما أتيت إلا وأنا أدعو الله أن أغمد سيفي في نحر عدو الله. المثنى، ما لك يا قائد شيبان؟ ونحن بحاجة لمن يعلم الناس القرآن والأحكام ويفقههم في دينهم. أنا المرملة بزوجها القتيل ذي الخمار. أنا زوجة مالك أبو المغوار. أنا من أوردتها وأهلها الدمار. يا بني حنيفة، أشهد أني سمعت محمدا النبي يقول إن مسيلمة قد أشرك معه في النبوة. لقد وعدتكم بيثرب، بنخيلها وأنعامها ونسائها. اذهبوا فهي لكم. يا قادة الجند، شدوا الرحال إلى القادسية بأمر أمير المؤمنين. شدوا في إثري وتضربوا مجنبات الجيش. خطوة واحدة وتكون كقيصر الروم أو كسرى فارس. ويحك، أتحالف كاهنة على المسلمين. عليكم باليمامة، ولتكن غزوة حرامة لا يلحقكم بعدها ملام. والشمس لن تبلغ الصبح حتى أقتلكم جميعا. ألا تدري أن علي بن أبي طالب هو جيش في رجل؟ ستخسر النبوة والملك معا. إنها مكة المكرمة، أم القرى وأرض البعثة. واعلموا أن مكة مكرمة من الله، وأن الكعبة أقدس بقاع الأرض. ومن كان يتصور للحظة أن العرب يهزمون الفرس والروم معا؟ عمر بن الخطاب. هذا هو إذن الذي حطم عرش الساسان. ما أنت إلا شيطان بصورة إنسان، ويلك من عذاب يوم عظيم. ثارا لشهداء مؤتة.